هو ايه المشكلة يعني اما نحتفل بشم النسيم؟ نخرج للحديقة نشم شوية هوا مع أكلة فسيخ ورنجة بقى ونستمتع بدخلة الربيع، مش طالبة تعقيد يعني. المشكلة يا صديقي باختصار إننا خصصنا يوم بيتعاد كل سنة للاحتفال، وبكده بقى اسمه عيد، حتى لو احنا سميناه يوم الربيع أو مهرجان الربيع، طالما بيتعاد كل سنة يبقى عيد. أيوة، برضو المشكلة فين؟ مش فاهم أنا. المشكلة إن العيد تشريع ديني من عند ربنا، ما ينفعش إحنا نخترع أي يوم ونقول عيد، والدليل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما راح المدينة ولقاهم بيحتفلوا بأيام تانية غير أعياد الإسلام قال لهم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. ركز كده معايا، مين اللي بدل؟ ربنا. يبقى الأعياد مين بيشرعها؟ ربنا، وأبدل أهي علشان تأكد لك إن العيدين دول بدل أي عيد تاني. بس شم النسيم عادة فرعونية يعني من زمان، طول عمرنا بنحتفل بيها، وطالما مش مرتبطة بعيد حد تاني ايه المانع؟ شم النسيم كان عادة فرعونية بس بعدها اتنقل وبقى جزء من أعياد غير المسلمين، حتى هو دايما بيكون تاني يوم العيد عندهم، وبيتحدد وقته مش مع دخول الربيع، لا، لو كده كنت هتلاقيه ميعاد ثابت كل سنة، بس هو وقته بيتغير كل سنة حسب صيامهم، وبيكون فيه الفسيخ والبيض الملون بعد موسم صيام عن الحاجة اللي فيها روح. يعني كمان شم النسيم مرتبط بعقيدة تخالف عقيدتك. طب خلاص مش هحتفل، بس هاكل فسيخ وممكن اخرج اتمشى شوية يعني عشان اجازة. كل ده ومش هتحتفل؟ امال الاحتفال ازاي؟ يوم شم النسيم مطلوب تخالف فيه مظاهر الاحتفال، ما تاكلش فسيخ، ما تخرجش تتفسح، ما تلونش البيض، تعامل معاه كيوم عادي جدا، لان عيدك هويتك. رسائل.